الممثلة الإسبانية هبة قررت انها تنفصل عن اشرف حكيمي. في قانون اوروبا نص ثروة الرجل بتكون للمرأة ونص الثروة الثانية له، لكن اشرف حكيمي راوغها. مش بس بيراوغ بالملعب ابن المغرب، حاطط كل املاكه باسم الوالدة الله يحفظها. يا زلمة الله يحفظ اهل المغرب والله يحفظكم يسعدكم. روحي العبيها حد ثاني، روحي اضحك يا حد ثاني. هذا ابن المغرب، هذا ولد الصحراء، هذا ولد الصحراء والشمس. يسعد قلبكم يا اهل المغرب. مراوغ داخل ملعب وخارج ملعب. يسعد قلبك يا اشرف حكيمي. شوفوا كيف طاعة الوالدين تنجيك من مصايب كبيرة بعد رب العالمين. زوجة اللاعب أشرف حكيمي طلبت الطلاق من اللاعب، وفازت هبة زوجة حكيمي بقضية الطلاق. وبالقانون الأوروبي إذا الزوج انفصل عن زوجته تأخذ نصف ممتلكاته. ولكن الصدمة لزوجة حكيمي أن المحكمة قالت لها طليقك أشرف حكيمي لا يمتلك ثروة. والصدمة الكبرى كيف لاعب نادي باريس سان جيرمان الذي يتقاضى أكثر من 12 مليون يورو سنويا لا يمتلك ثروة في حسابه. في هذه اللحظة اكتشفوا أن جميع ثروة اللاعب المغربي أشرف حكيمي باسم والدته. جميع ممتلكاته من سيارات، من منازل، من مجوهرات، حتى راتبه السنوي من نادي باريس سان جيرمان. يعني إذا يبغى ياخذ أي شيء من ممتلكاته لازم يستأذن من والدته لأجل أن تعطيه. والآن أشرف حكيمي حديث كل العالم بعدما كتب جميع أملاكه باسم والدته. أنا أحب الشخص الواعي، أحب الشخص اللي يفهم. زمن المغفلين انتهى يا يبا. قبل لا تتعشين عليه الريال تغدى عليك. أي فلوس، الفلوس والثروات وكلها عند الماما يا بابا. رايحة حق مين؟ حق مين؟ الريال عارفة فروم داي 1 وهو أكيد شاف كم من حركة منك. عرف العنوان. قال لا يا حبيبي، خير وسيلة للهجوم، خير وسيلة دفاع الهجوم. تغدى عليها قبل لا تعشى عليك. سوالها 1 2 عطاج. صدمة العمر اللي قمتي. هاي الملخص. صراحة كفو عليك يا أشرف حكيمي، بس إذا أنت مسوي شيء غير هذا أنا ما أدري، بس أنا أتكلم في هالموقف لا لعبت. صدمة قوية لزوجة اللاعب أشرف حكيمي بعد ما طلبت منه الانفصال. طلبت مباشرة طلب محاميها بنص ثروة اللاعب. شوفوا سبحان الله. فانصدموا أن اللاعب أشرف حكيمي مسجل ثروته كلها باسم أمه ومنذ فترة طويلة جدا ولا أحد كان يعلم. طبعا هنا تورطت وكان هدفها أكبر من كذا. وهنا أقول دائما أعتقد أن اللاعب أشرف حكيمي طبعا بار بوالدته، ولكن هو أيضا ذكي. يعني أعتقد أنه كان يعرف أن هذه الإنسانة قد تتخلى عنه في أقرب موقف وفي أول لحظة، عشان كذا جعل كل شيء باسم والدته التي يعني بذلت الغالي والنفيس عشان تربيه وتعبت عليه وبذلت كل ما تستطيع وأخرجت هذا النجم الكبير. llamado إذا appelé la mamma de moi قلت لها الفلوس ديالي غنكتبهم لك في النمبر ديالك. انا قلت نفحر ماما. نزلت للمحكمة قالت لهم بغيت النص ديالو. قلت لها نو ما بقى والو، سير شوف عند ماما. قالوا لي ليكس فام دي موا حمقت. قلت لهم ماشي سوقي انا حيت جيسيك elle prend الثروة ديالي مي نو ne veut pas laisser non. درت لها كوما الجول فينال كونتر اسبانيا طلعت دو لوت كوتي إذا في بانينكا فالي. ودابا نشوف مع لا ماما ديالي سوياكا وترجع لي الفلوس ديالي. شكرا. أشرف حكيمي أنت رجل والرجال قليل معلم. جنات ريال مدريد معلم عايشة في أشرف حكيمي وبفقع الريمونتادات ولا بيسأل. أشرف حكيمي بسجل ريمونتادا صراحة من أقوى الريمونتادات اللي شفتها، أقوى من ريمونتادات كرة القدم. بعد القضية اللي صارت على أشرف حكيمي راحت زوجته تقدم إيش؟ طلاق. بدها تطلق من أشرف حكيمي. كلنا زي ما بنعرف إنه نص ثروته بتروح لها. طبعا وهي بالمحكمة القاضي بيقول لها أشرف حكيمي ما بيملك حتى 5 يورو إنه يعطيك إياهم. أشرف حكيمي طلع مسجل كل أمواله باسم أمه، باسم والدته. الله يحفظه إياها يا رب. هاي الريمونتادات معلم دول جايين تضحكوا علينا. الله كم أنت كبير يا ابن المغرب. وابلع كتالوني ابلع.
من أقوى أنواع قذف الجبهات واللي بنسميه في مصر قذف ثلاثي الأبعاد هو اللي عمله أشرف حكيمي مع طليقته، واللي كان عندها نية خبيثة جدا بعد الطلاق إن هي تطالب بنص ثروته اللي عملها طبعا بعرق وشقاء، ويطلع أشرف حكيمي كاتب ثروته كلها لأمه. زمان طليقته دلوقتي بتقول يا سوادك يا قرمط. وبعيدا عن الهزار بقى، بفضل ربنا أولا طبعا وبفضل رضا أمه عليه، ربنا نجده من الحية دي. عاش عليك يا أبو الحكاكين.